الله وبركاته. وعليكم السلام. من داخل مؤتمر الدولي الجغرافي عن حل مشكلات المياه في الوطن العربي بكلية الآداب جامعة القاهرة، لقاء مع الباحثة الدكتورة شربات بشنت عدي. أنا سلام عليك يا فندم، راديو صوت الجيل وجريدة بوابة عاجل مصر. بنهنيك أولا على التكريم، رفعت التكريم كده حضرتك شهادة. أولا ألف مبروك على هذا التكريم. يعني حضرتك قدمت بحث النهارده، ممكن نعمل مختصر عنه بس بسيط جدا. أنا في الحقيقة النهارده قدمت بحث عن منطقة الدولة في الفترة الأخيرة توجهت إليها من أهم المشروعات القومية الكبرى في مصر بعد الدلتا الجديدة، ولكن هي أقدم من منطقة الدلتا الجديدة. أنا قدمت بحث عن منطقة شرق العوينات، دي منطقة توجهت ليها الدولة في أواخر الثمانينات للتنمية الزراعية، وفي الحقيقة يعني زادت مساحة الأراضي الزراعية بشكل كبير في الفترة الأخيرة في عام 2024، وده خلاني أروح أبدأ أشوف أدرس المنطقة، عشان أنا دلوقتي المنطقة بتاعتي معتمدة على المياه الجوفية، والمياه الجوفية الخزان النوبي، والخزان النوبي معرض للنضوج أو معرض للخسران. فده خلاني اروح ادرس المنطقه دي علشان اقدر احدد هي ايه المشكلات اللي بتتعرض لها المنطقه، ووضع الميه عامل ازاي، ومع التنميه المستمره ايه اللي هيحصل. فبالفعل رحت درستها وبدات ادرس عدد الابار وتطورها خلال الفتره من 2002 لعام 2024، وقدرت اربط بين تطور الاراضي الزراعيه وسحب الميه من الخزان النوبي. وفي النهايه عملت تحليل اسوات اناليسيس اللي من خلاله قدرت احدد نقاط القوه ونقاط الضعف في منطقه الدراسه والاوبورتيونيتيز والتهديدات اللي بتتعرض ليها منطقه الدراسه. فلقيت ان انا بما اني بعتمد على المياه الجوفيه في الزراعه دي نقطه قوه بالنسبه لي، ولكن هي الاعتماد الوحيد او المصدر الوحيد، فبالتالي دي اصبحت مشكله بالنسبه لي. انا عندي مساحات قابله للزراعه بناء على خصائص التربه والميه والخصائص الطبيعيه اللي انا درستها، بس دي هيبقى فيها مشكله في عمليه السحب من الخزان النوبي في المنطقه. وفي النهايه كانت من اهم التوصيات بتاعتي ان احنا نستخدم وسائل الري الحديثه اللي هي بتحافظ على كميه المياه، نزرع المحاصيل اللي ما بتحتاجش كميه ميه كبيره، ان احنا نتبع او نتبنى فكره الزراعه الذكيه، نقدر يبقى في تواصل بين المسؤولين او اصحاب المزارع والدوله بطريقه مباشره. ان احنا اوصيت برضه ان احنا ممكن نتواصل مع مراكز الابحاث بصفه دوريه ان هي تدرس الخزان الجوفي النوبي وتشوف عشان لو في اي مشكله تظهر لنا بشكل واضح. شكرا جزيلا لحضرتك، يعني بحث رائع وبحث جميل جدا، وان انت عملتي بحث ميداني ده حاجه جميله جدا جدا، يعني بذلت مجهود كبير جدا في البحث. في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك. كان معكم الدكتور مجدي ناظر، راديو صوت الجيل وجريدة بوابة عاجل مصر. شكرا لحضرتك.